السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم تيمة من جديد ووصفة جديدة بإذن الله تحت الطلب ديال يعني بزاف ديال المشتركين الصراحة في القناة. أنهم بغاو وصفة ديال خبز طاكوس، وهي للأمانة الصراحة تندير 4 أنواع ديال خبز طاكوس. غادي نبدا لكم بأجملها، يعني اللي تيعجب الكليان كتر، ودائما تنقول رزق الله تعالى، يعني الوصفة اللي عجبت الكليان كتر هي اللي غنبدا بها. وان شاء الله مره فين ما تاحت ليا الفرصه ولا كان عندي الوقت، ما يعني ما مزيرش عندي الخدمه، راه غادي نحاول ننزل لكم وصفه. انا غندير كميه قليله هنايا غير زعما باش نعلم، يعني باش تعلموا ليها. واللي بغى تضاعف المقادير تيبقى الامر ديالها. عندي هنايا 250 غرام، يعني 4 كيلو ديال شار ميكس بي، شار ميكس بي. وعندي هنايا 100 غرام ديال شار الكامل، عفوا نسيت كاع ما غربلت شار ميكس بي، ولكن هذا تيكون مكلل شار الكامل. شار الكامل اللي قلت لكم البنات هو هذا، كيجي في خبز طاكوس صراحه زوين يعني، وتيجي حتى في خبز الفرن. تندير بيه انا يعني انواع كثيره ديال الخبز الفرن. غادي الخبز الكامل زعما، غادي ان شاء الله الا بقينا في الحياه الدنيا غادي نحاول ندرج معكم كاع الوصفات اللي تنخدم بهم. انا تنخدم وانا تنقول في المقادير. دابا كما قلت لكم درنا 250 غرام ديال شار ميكس بي، وهنايا درت 100 غرام ديال هذا شار الكامل. غتسولوني سؤال، واش ممكن نديرو شار بي فقط؟ ممكن. هنا عندي خميره حبوب، يعني على حسب الجو، على حسب الجو. انا هنا درت حوالي معلقه كبيره يعني في منطقه مراكش. عندي هنايا معلقه ديال الخل. غادي ندير الملح على حسب الذوق كذلك. تنتبهوا الا كنتو، المهم الملحه تكون هي هذيك، ولكن في العماره دائما ديال خبز الطاكوس ولا الشاورما ديروا بعين الاعتبار هذه المساله. عندي هنايا واحد 2 معلقات ديال ياغورت مسوس، نجيب شي معلقه. كما قلت لكم 2 معالق ديال الياغورت طبيعي بدون جلوتين. عندي هنايا ابيض بيضه صغيره، وغادي نعجنوه بالماء دافي بطبيعه الحال. بسم الله. العجينه ديالو غادي تكون شبه ديال المسمن شويه، يعني عجينه واقفه، ماشي بحال ديال البطبوط اللي دوزنا كاملين. الحمد لله الوصفات اللي دوزنا. الخبز ديال الفرن ولا البطبوط ولا البريوش، بغيت الدنيا، ولا البريوش ماشي بحال هكاك، يعني هذا بغات تكون العجينه ديالو واقفه شويه. وغادي ان شاء الله تعالى في الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم حتى الطريقه ديال التخزين، الطريقه الصحيحه ديال التخزين باش يبقى مزيان، وزعما وحتى في انكم تجبدوه يبقى مزيان وتعرفوا كيفاش تعاملوا معاه ملي تجبدوه. غادي نعجنها دابا بلا ما نطول الفيديو بزاف، وغادي نوريكم ديك الساعه القوام ديالها كيفاش غادي يكون. فاش كملت الخدمه ديالها البنات، حيت دابا ما فيهاش الزيت بطبيعه الحال غتكون تلصق في اليدين، ولكن راه هي قاصحه يعني هكا، يعني راه ما تتنزلش باش نقولوا راه بحال الخبز مثلا، لا. يعني هذا القياس اللي عطيتكم، هز لي انا 4 لتر ديال الماء، 4 لتر ديال الماء. ممكن يكون اكثر على حسب نوع الفرينه اللي غادي ديروا. عاوتاني كاين اللي عنده شي ميكس زوين، مثلا بحال الناس اللي على برا تيخدم شي ميكس زوين. شي ميكس هو يعني ماشي قضيه زوين ولا، المهم ميكس هو تينجح ليه به المخبوزات، ممكن يديرو ويتبع نفس المقادير. غادي يشوف شحال غادي يقدو ديال الماء. غادي نخليوه هنا في شي بانيو يخمر، ومن بعد نكملوا باقي الخطوات. فاش خمرات العجينه ديالنا دابا نتوما كما تشوفوا، عندي هنايا دقيق الارز، وعندي هنايا هاد المنديل فاش غادي نحطوا الخبز باش ملي غادي نقرصوه، منديل ولا المهم اللي عندكم نتوما فاش تحطوا الخبز باش يعاود يخمر المره الثانيه. بسم الله.
كما شفتوا راه قاصحه، ماشي قاصحه تاني بحال المسمن، ولكن راه ماشي بحال الخبز والبطبوط. فاش رققتها بحال هكا يعني تكون ما تكونش رقيقه عاوتاني بزاف باش نعطيوها مجال فين تنفخ، ونجيبو شي حاجه باش غادي نقطعوها. صافي دابا غادي نستمر انا هكا حتى تنسالي الكميه اللي عندي، ونقول لكم في الاخر شحال هاد الكميه عطاتني من خبزه، ولكن انا راه درتهم كبار اللي تشوفوا على حساب المقله اللي عندي، راه درتهم كبار باش اصلا نشوف يعني حتى في الشاورما ولا في الطاكوس يستحسن ان الخبزه تكون عندكم شي مقله تكون كبيره خاصه، لان الا درتو هاد الخبز هذا صغير فاش تبغيو ديروا الحشو غادي تمحنوا فيه. هادي الكبار ساهلين في العماره وفاش يتسدوا كذلك مزيانين يعني وتيهزوا واحد الكميه معقوله من الحشو. هادشي اللي كاين، غنستمر هكا حتى تنسالي ان شاء الله. ملي سالينا الخبيز ديالنا البنات، خبز طاكوس اولا خبز الشاورما، وكاين سبحان الله الناس اللي داو عندي انا قالك تيدهنوه غير بزبيده ولا بهذا، رائع جدا رائع جدا. ورطب وبنين، والاهم من هذا بنين واحد البنه فيه راه بحال تاكل الطاكوس العادي، يعني تعمروا به شاورما تعمروا به طاكوس تاكلوه غير هكاك، رائع جدا. كما قلت لكم هانتوما باش تشوفوا واخا يعني انا غادي نخزن هذا لاني دابا ما دايره لا حشو ولا والو، انا درت الوصفه غير باش يعني غير ابتغاء الطلب ديالكم نتوما باش تشوفوا من الداخل كيفاش داير، راه تيجي مهوي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا كيفاش مفتوح، ياك شفتوني حليته بالمقص امامكم وشفتوا هذيك النفخه اللي تنفخ،
راه بلا بسيليوم بلا حتى شي حاجه. غيجيو معنا كما قلت لكم انواع اخرين ان شاء الله بدون دقيق مصنع. يعني الناس اللي ما تيبغيوش الشار واخا هو ميكس نقولوا دقيق، تيقولوا دقيق مصنع، حتى حنا قلنا دقيق مصنع. غيجيو معنا انواع اخرين بدون هذا الدقيق، فقط بالارز وفقط بالذره واشكال اخرى ان شاء الله. شوفوا راه ما معجن ما حتى شي حاجه، رائع. وحتى فاش تيكون مثلا الخبز هكا، هذا الخبز الطاكوس ولا الشاورما مفتوح، تيساعد على العماره، يعني تتعمري هذه وتلويها تجيك ساهله باش الحشو ما يخرجش على برا. رائع جدا ورطب وبنين. هاد الكميه اللي درت معكم عطاتني انا 5 ديال الخبيزات، 5 ديال الخبيزات، يعني بحال درنا 350 غرام، 350 غرام ديال الدقيق في المجموع. عطاتني هذا خمسة ديال الخبيزات كبار. راه كبار هذا الخبز اللي درت، بحال غديروهم صغار نتوما راه غيعطيكم كميه اكثر. بالنسبه للطريقه ديال التخزين البنات راه واضحه، يعني بين كل خبزه وخبزه تنقطعوا هذا الورق الزبده الرخيص. نتوما ما تجيبوش داك، ما ديروش بابي كويسون تنديروا للفران غيطلع لكم غالي. ديروا غير هذا اللي رخيص تيتباع الكيلو. وبين كل خبيزه وخبيزه غادي نحطوا بحال هكا. انا هي وريتكم دابا ومن بعد غادي نسالي صافي ونقطعوا هذا الفائض، يعني غير باش تعرفوا علاش. باش ملي يتجمد هذا الخبز وتبغيو تجبدوه ما غاديش تلصق لكم وحده على وحده، فهمتي؟ تجبدوا القياس اللي بغيتو وحده راه تجبدوها، بغيتو جوج راه تجبدوهم، وهكذا صافي. وتنهزوا الخبز ديالنا بحال هكا، يعني ما بين خبزه وخبزه كاين هذاك البابي صافي. وتنجمدوهم في سميتو في شي صينيه، مثلا شي صينيه بحال هذا الشكل هذا، نحطوهم في هذه الصينيه مثلا حتى تيجمدوا. ياك ملي تيجمدوا راه كنحيدوا الصينيه صافي، تنخرجوها من الفريغو ونخليو الخبز ديالنا فوق شي في الفريغو في شي مستوى يكون مقاد، ما يكونش معوج ولا باش حيك ملي غيتجمد غيولي فلاجيل دغيا. اي حاجه حطيتوها عليه ولا طاحت فوقه غيتهرس. هذا هو اللي كاين، هادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تعجبكم وتستافدوا منها، واذا استفدتوا ما تنساوش لايك وما تنساوش تعليق، راه تساعدوا غير مرضى اخرين. فاش ديروا لايك وتعليق وتتبارطاجيو الفيديو راه تساعدوا غير مرضى اخرين بحالي وبحالك انه يطلع لهم الفيديو فقط. في امان الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.